مع توسع الإمبراطورية الرومانية ما انتشرتش بس الجيوش والتجارة واللغة في الأراضي المختلفة، كمان انتشرت معاهم معتقدات وأديان كتير. واحد من دول كان جماعة سرية بتعبد الإله ميتراس جوا معابد صغيرة ومظلمة. كان الأعضاء بيتجمعوا علشان يعملوا طقوس مش بيظهروها للناس. في الحقيقة ما فيش أي كتاب مقدس كامل اتلاقى بيشرح معتقداتهم. معظم اللي المؤرخين عرفوه جاي من بقايا المعابد والنقوش والتماثيل والصور اللي سابها الأتباع. علشان كده في أجزاء كتير من ديانة ميتراس صعب جدا نعرفها بالضبط. ظهرت أدلة واضحة على عبادة ميتراس في الإمبراطورية الرومانية في أواخر القرن الأول الميلادي. بحلول القرنين الثاني والثالث الميلاديين كانت معابده موجودة في أماكن بعيدة من الإمبراطورية. كمان اكتشفوا أماكن للعبادة من بريطانيا من الشمال لحد سوريا في الشرق. كثير من أتباعه كانوا جنود وضباط وتجار، ورجال تانيين كانوا دايما بيسافروا في أماكن مختلفة من الإمبراطورية الرومانية. عادة بيتوصف ميتراس إنه شاب لابس لبس شرقي، كان لابس بنطلون وقبعة لينة اسمها القبعة الفريجية. في أشهر صورة له ميتراس كان راكع فوق ثورة وهو بيطعنه في رقبته، وكان فيه كلب وتعبان وعقرب حوالين المشهد. الصورة دي دلوقتي اسمها تاوروكتوني، وكل معبد تقريبا لميتراس كان فيه نسخة منها. في الحقيقة المشهد ده مش مجرد مشهد صيد أو قتل حيوان، غالبا ليه معنى أعمق عن نظام العالم والسماء والحياة والموت. لكن بما إن مفيش شرح كامل متساب من أتباع الديانة نفسهم، الباحثين لسه بيدرسوا الرسالة الحقيقية للصورة. وحابب أضيف كمان إنه الإله الروماني ميتراس مختلف عن الإله الأقدم ميترا أو ميترا. هم مختلفين رغم إنه أسمائهم متشابهة. آلاف السنين قبل ما تظهر عبادة ميتراس في روما، كان اسم ميتراس معروف بالفعل في التقاليد القديمة للهند وإيران. وفي المعتقدات القديمة لإيران كان ميترا مرتبط بالاتفاقيات والوعود والوفاء والنور والنظام. كان يعتقد إنه بيراقب الناس اللي بيوفوا بوعودهم وبيعاقب اللي بيخلفوا وعودهم. وبرغم كده هنا الرومان أخذوا اسم ميتراس بسبب التأثير والتقاليد الأقدم. ومع ذلك الديانة اللي انتشرت في الإمبراطورية الرومانية كان لها معابدها الخاصة ورموزها ودرجات العضوية وطريقتها في العبادة. في أوائل القرن العشرين المؤرخ فرانس كوموند قدم فكرة إن عبادة ميتراس الرومانية تقريباً اتنقلت بشكل مباشر من فارس للإمبراطورية الرومانية. ومن وجهة النظر دي ممكن يكون الجنود الرومان اللي شاركوا في الحملات في الشرق هم اللي نشروا العبادة دي. تفسير كومو كان ليه تأثير كبير، لكن مع زيادة الاكتشافات الأثرية الباحثين اللي جم بعد كده اكتشفوا إن أصل الديانة دي أعقد من كده بكتير. فعلا في تأثير إيراني واضح في اسم وشكل ميتراس، لكن فيه طقوس ورموز أساسية كتير في الجماعة الرومانية ظهرت بس جوا ثقافة الجيش. يعني دلوقتي بقى واضح أكتر إن عبادة ميتراس كانت ديانة جديدة اتكونت بس جوا الإمبراطورية الرومانية. وفي نفس الوقت اللي كانت جماعة ميتراس بتنتشر، المسيحية كمان كانت بتنتشر. الاثنين بدأوا كمجتمعات دينية صغيرة جوا إمبراطورية مليانة آلهة ومعتقدات مختلفة. وبما إنهم ظهروا في نفس الوقت دايما بيتم مقارنتهم ببعض لحد دلوقتي. في حكايات بتقول إنهم الاثنين اتولدوا في يوم 25. ميتراس ويسوع بيقولوا كمان إنهم الاثنين اتولدوا من عذراء وكان عندهم 12 تلميذ. بس في التماثيل والنقوش والمعابد اللي باقيين لميتراس مفيش دليل واضح بيبين القصة دي عن حياته. بالعكس، غالباً الفن بيصور ميتراس وهو خارج من صخرة، وكمان مفيش أي قصة تلاقت عن 12 تلميذ بتوعه. الأشخاص اللي معاه في الصور غالباً هما سينكاوتس وكاوتوباتس. دول شخصين ماسكين مشاعل وبيمثلوا شروق وغروب الشمس أو القوى المتضادة للنور والظلمة. القصة الحقيقية لميتراس مش مجرد نسخة من قصة يسوع. بدل كده الأهم نركز على إزاي أتباعه قدروا يكونوا جماعة منظمة، وليه كانت جذابة للجنود الرومان، وإيه اللي كانوا بيعملوه جوه معابدهم اللي تحت الأرض.
عشان نجاوب على الأسئلة دي لازم ندخل المكان نفسه اللي بيتجمع فيه أتباع ميترس، المعبد الضيق والمظلم واللي شبه الكهف بتاعهم اللي اسمه ميترايوم. الميترايوم مش معبد عادي، فيه قاعة واسعة وأعمدة عالية، غالباً بيكون أوضة ضيقة وطويلة معمولة تحت الأرض أو متجهزة عشان تبان زي الكهف. عادة بيكون فيه دكتين طويلين على الجنبين وممر في النص. أغلب الميترايوم صغير الحجم، عشان كده عدد الرجالة اللي يقدروا يتجمعوا جوه كان محدود. كل مجموعة كان ليها ربطة قريبة بينهم، بدل ما يكون فيه جماعة ضخمة واحدة بيقودها مركز واحد. في آخر الأوضة هتلاقي صورة ميترس وهو بيقتل الثور. الصورة دي بتبص على الأعضاء اللي قاعدين على الجنبين. بالطريقة دي كأن ميترس نفسه حاضر وسطهم في التجمع، وكأن ميترس بيراقب أتباعه وهم بيتعشوا سوا. الأكل الجماعي كان جزء مهم من عبادتهم. لقوا عظم حيوانات وأواني هناك، أطباق وأدوات طبخ وحاجات تانية للأكل في كذا مترايوم. الأدلة دي بتبين إنه الأعضاء كانوا بيجهزوا وبيشاركوا الأكل مع بعض كجزء من نشاطاتهم. الوجبات الدينية كانت شائعة في العالم الروماني. ديانات كتير كانت بتستخدم الأكل علشان تقوي الروابط بين أعضائها وتبين علاقتهم بإله معين. علشان كده مش كفاية إن في تشابه في بعض الأكلات أو الرموز علشان نقول إنه ديانة نسخت من التانية. في القرون الأولى من المسيحية بعض الكتاب المسيحيين قارنوا بين أكل أتباع ميثراس وبين الخبز والخمر اللي بيستخدمهم المسيحيين، لكن المعلومات عن الصلاة بالضبط والمعنى وطريقة عمل الوجبة الميثرية محدودة. اللي واضح بس من الآثار إنه مشاركة الأكل كانت مهمة في مجتمعهم. أصعب في الشرح هو الصورة اللي في آخر المعبد. في مشهد التاوروكتوني ميثراس راكع ورا الثور وهو بيشد راسه لفوق وبيطعنه في رقبته. غالباً فيه كلب بيقرب من الجرح وثعبان بيزحف تحت. عقرب ماسك في جزء من جسم الثور وغراب بيراقب المشهد. في نسخ تانية بنشوف كمان الشمس والقمر والنجوم. مفيش دليل أثري إن الأعضاء كانوا بيقتلوا ثيران حقيقية بشكل منتظم جوه الميثرايوم. كمان أغلب المعابد دي كانت صغيرة جداً على حاجات زي دي. قتل الثور غالباً كان مجرد تصوير لقصة دينية مهمة أو رمز. إحنا مش عارفين القصة الكاملة ورا التاوروكتوني لأن مفيش أي رواية كاملة مكتوبة من أتباع ميثراس اتلاقت. عشان كده المؤرخين بيدرسوا وضعية كل حيوان والرموز اللي حوالين المشهد وترتيب المعبد نفسه. في باحثين شافوا فيه علاقة بين الموضوع ده والفلك والتنجيم. علم الفلك هو دراسة الأجسام في الفضاء، أما التنجيم فهو معتقد قديم بيقول إنه حركة النجوم والكواكب ليها علاقة بحياة الإنسان. في بعض المعابد هتلاقي 12 برج والكواكب وصور تانية للسماء. في الميترايوم ذو الأفلاك السبعة في أوستيا، وهي مدينة ميناء قديمة جنب روما، اتحطت رموز الأبراج والكواكب على الأرضية وجنب الكراسي. عشان كده ممكن بعض الأتباع كانوا بيعتبروا المعبد صورة مصغرة للكون. دخول المعبد المظلم والمشاركة في الطقوس بتاعتهم ممكن يرمز لرحلة الروح في أجزاء مختلفة من السماء، وده تفسير مهم بيدرسه العلماء. لكن مش ممكن نسترجع المعنى الأصلي بالكامل، وكمان مش أي راجل يقدر يدخل كده وخلاص ويقول على نفسه تابع لميتراس. لازم الأول يمر بطقس البداية أو طقس القبول عشان يبقى عضو. بعد كده يقدر يعدي على مستويات متتالية جوه الجماعة، وطبقا للسجلات القديمة والموزاييك اللي تلاقى في أوستيا فيه 7 درجات مرتبطة بعبادة ميتراس. العضو بيبدأ كغراب، وبعدها العريس، الجندي، الأسد، الفارسي، عداء الشمس، وأعلى درجة اسمها الأب. كل درجة ليها رمز خاص بها، وممكن يكون ليها لبس معين ومسؤوليات واختبارات وطقوس. الغراب مثلا ممكن يساعد في شغل الجماعة، أما الأسد فذا بيعتبر درجة مهمة للأعضاء اللي بقوا نشيطين أكتر في جماعتهم الدينية. الأب هو اللي بيكون القائد الرئيسي لأي الميترايوم المحلي، وده مش معناه إن في أب واحد بس بيقود كل الأتباع في الإمبراطورية الرومانية كلها. كل مجموعة صغيرة ممكن يكون ليها قيادتها الخاصة ومكانها الخاص للعبادة.
ومش أكيد إن ال7 درجات كانوا نفسهم في كل مكان. أوضح الأدلة على ده موجودة في إيطاليا وفي بعض أجزاء الإمبراطورية، وممكن يكون في اختلاف في الطقوس والتنظيم حسب المدينة والزمن والمجموعة المحلية. أسماء الرجالة بس هي اللي عادة بتظهر في النقوش اللي باقي عن الأعضاء، عشان كده بيعتبر على نطاق واسع إن عبادة ميثراس الرومانية كانت جماعة أغلبها من الرجالة. فيه دراسات مستمرة عن الدور المحتمل للستات حوالين المجتمعات دي، لكن لسه ما فيش دليل قوي بيبين إنهم مروا بنفس الدرجات. الدين كان ليه وجود قوي في الجيش الروماني. تلاقي كتير من معابد ميثراس والنقوش حوالين المعسكرات وحدود الإمبراطورية. الجندي ممكن يتنقل من سوريا لألمانيا أو من نهر الدانوب لبريطانيا، ولما الجنود بينقلوا معاهم معتقداتهم وروابطهم. في الأماكن الجديدة ممكن يكون جذبهم تركيز الجماعة على الولاء والانضباط والشجاعة، الأخوة والتسلسل الهرمي الواضح. الصفات دي مهمة جدا في الحياة العسكرية. في الجيش كل جندي لازم يثق في زمايله، لكن مش بس الجنود اللي انضموا، فيه نقوش جت من مسؤولين حكوميين وتجار وعمال وناس عبيد. ده بيبين إن عبادة ميثراس وصلت لأجزاء مختلفة من المجتمع الروماني. مع ذلك الطبقات الاجتماعية ما اختفتش تلقائياً جوه الميتريوم. المجتمع الروماني كان فيه تقسيم صارم بين الأغنياء، الفقراء، المسؤولين، الجنود، المواطنين الأحرار والعبيد. ممكن الرجال من طبقات مختلفة يشتركوا في نفس الديانة، لكن الأغلب إنه مكانتهم الاجتماعية فضلت تأثر على دورهم وسلطتهم جوا المجموعة. فيه معلومات مباشرة قليلة عن الاختبارات اللي لازم يعدوا عليها عشان يترقوا في كل درجة. في شوية صور قديمة وتصريحات ممكن تشير للتحمل ولبس مخصوص واتباع الأوامر أو اختبارات رمزية، لكن الأدلة مش كفاية عشان نعمل قائمة دقيقة بطقوسهم. أهم جزء في طقوس الانضمام مش بيتكشف لغير الأعضاء، ومن هنا جه اسم ديانة الأسرار. في الاستخدام القديم للكلمة، الأسرار كان بيشير للطقوس والمعرفة اللي بتتقدم بس للناس اللي تقبلوا في المجموعة. ده مش معناه إن وجود الديانة كان سري على المجتمع كله. الرومان كانوا عارفين إن في ناس بتعبد ميثراس، وكان في معابد ميترا في البيوت ومجمعات الشقق وقواعد الجيش. الحمامات العامة وأماكن تانية كانت جزء من الحياة اليومية في المدن. واحد من المعابد اللي اكتشفوها كان في حمامات كاراكلا، وده مجمع حمامات عامة كبير في روما. وكان في معابد ميترا كمان مخفية اتلاقت تحت المباني والبيوت في أوستيا. فعشان كده حتى لو بعض الطقوس كانت خاصة، الأعضاء ما كانوش مضطرين يعيشوا كأنهم مجموعة دايماً مستخبية من الحكومة. في الحقيقة المعابد الصغيرة دي كانت جزء من المجتمع الروماني نفسه. الأعضاء كانوا بيشاركوا في الجيش والأعمال والحكومة وفي الشغل اليومي كمان، لكن لما يدخلوا المتريوم علاقتهم بتتغير. جوا الأوضة الضلمة ما بقوش بس عساكر أو تجار أو موظفين أو عمال، بقوا كمان أعضاء في جماعة ليها أكلها الخاص وتسلسلها الهرمي. رموز وطقوس مش مفهومة بالكامل للناس اللي برا. وبما أن الأعضاء جزء من الحياة اليومية في روما، غالباً جيرانهم كانوا عارفين أنه في رجالة بيتجمعوا في المتريوم. اللي كان سر مش وجود الجماعة نفسها، لكن معنى الطقوس والاختبارات اللي كانت مخصوصة للأعضاء اللي تقبلوا بس. وفي نفس الوقت المسيحية كانت بتنتشر أكثر وأكثر. بما الديانتين كانوا موجودين في نفس الوقت في الإمبراطورية الرومانية، اتكونت حكايات كتير بتقول إن حياة ميثراس وعيسى شبه بعض تقريباً، لكن صورة مختلفة بتظهر لما بنفحص الأدلة القديمة اللي لسه موجودة. في التقليد المسيحي، الأناجيل بتاعت متى ولوقا بتوصف ميلاد عيسى من مريم. في فن عبادة ميثراس هتشوف مشهد مختلف. عادة بيتم تصوير ميثراس وهو خارج من صخرة ماسك شعلة وسكين، ده بيتسمى الميلاد من الصخرة. لكن مفيش أي قصة كاملة متبقية بتشرح أتباعه كانوا فاهمين ده إزاي. وكمان مفيش أي صورة أو نقش قديم بيبين إن ميثراس كان عنده 12 تلميذ. 12 شخصية اللي أحياناً بيربطوهم بيه غالباً بيكونوا رموز للأبراج الفلكية. دول مرتبطين أكتر بالسماء وعلم التنجيم،
مش بمجموعة تلاميذ زي اللي في قصة يسوع. وبرضو الأدلة الأثرية مش بتبين إن ميترس اتصلب أو مات وقام بعد 3 أيام، أو إن المجوس زاروه وجابوا له ذهب ولبان ومر. مفيش أي مصدر قديم معروف لميترس فيه التفاصيل دي. كتير من المقارنات دي ظهرت بس في كتب اتنشرت في القرن 18 و19. بعض الكتاب زمان عملوا مقارنات واسعة بين ديانات مختلفة، لكن ما كانوش دايما بيبينوا جابوا معلوماتهم منين. الكتب اللي جات بعد كده والفيديوهات الحديثة كررت نفس الكلام ده، فبان كأنه جزء من التاريخ الحقيقي مع إنه مش موجود في الآثار أو السجلات القديمة. موضوع 25 ديسمبر بقى أعقد شوية. في القرن الثالث الميلادي عبادة سول انفكتوس أو الشمس التي لا تقهر بقت مهمة في روما. كمان ميثرس ارتبط بالشمس وتسمى في بعض النقوش ديو سول انفكتوس ميثرس، وده بيخلي ميثرس يظهر كإله الشمس اللي محدش يقدر عليه. عشان كده ناس كتير بتفتكر إن ميلاد ميثرس كان بيتحتفل بيه برضه يوم 25 ديسمبر. لكن مفيش تقويم ميثرايكي بابي أو نقش واضح بيقول بشكل مباشر إن ده كان عيد ميلاده. يوم 25 ديسمبر بدأ يظهر كتاريخ ميلاد السيد المسيح في السجلات المسيحية مع بداية القرن الرابع. المؤرخين لسه بيختلفوا لحد دلوقتي إزاي اليوم ده تختار بالضبط. ممكن يكون الاحتفالات الشمسية الرومانية كان ليها تأثير، بس في كمان تفسير بيقول إن التاريخ ده جه من حسابات بعض المسيحيين القدماء عن يوم الحبل بالسيد المسيح وموته. عشان كده تلاقي التقاليد دي كلها في نفس اليوم مش دليل كافي إن يسوع وميترس جايين من نفس الحكاية. ده بيورينا أكتر إزاي المجتمعات الدينية المختلفة في الإمبراطورية الرومانية كانت بتستخدم أوقات معروفة بالنسبة لهم، رموز واحتفالات، علشان يعبروا عن معتقداتهم الخاصة. ولسه فيه شوية تشابهات حقيقية في طريقة تجمع المجموعتين. الاتنين أعضائهم كانوا بيتقابلوا في مباني مش دايما شكلها زي المعابد الكبيرة، وبرضو الاتنين كانوا بيستخدموا الأكل الجماعي علشان يقووا الروابط بين أفراد مجتمعهم. بس النوع ده من الممارسات مش مقتصر على المسيحية أو عبادة ميترس. الوجبات الدينية كانت حاجة عادية في العالم الروماني. كتير من الجماعات والعائلات والطوائف كانوا بيتشاركوا الأكل كجزء من تقديم القرابين أو الذكرى أو التواصل مع إلههم. كمان كان للأكل معاني مختلفة. بالنسبة للمسيحيين الإفخارستية مرتبطة بالعشاء الأخير وموت وتضحية يسوع. في عبادة ميترس الطقس بتاع الأكل بيقلد الوليمة اللي بين ميترس وسول، واللي بتبان في بعض الصور بعد قتل الثور، مع إنه كلهم عندهم أكل، لكن القصة والمعنى الديني اللي حواليها مختلفين. ممكن نشوف وجود الأديان جنب بعض في دورا يوروبوس. دي مدينة حامية رومانية على جنب نهر الفرات في جزء من سوريا الحالية. جوب هالمدينة لقوا معبد لميترس وكنيس ومبنى كان بيستخدمه المجتمع المسيحي. المكان ده بيورينا إن المجموعات اللي عندها معتقدات مختلفة كانت قادرة تعيش جنب بعض في مدينة رومانية، بس ده مش معناه إن علاقتهم كانت دايما سلمية. بعض الكتاب المسيحيين القدام شافوا طقوس ميتراس على إنها أعمال أرواح شريرة. بالنسبة لكتاب زي يوستينوس الشهيد وترتليان، التشابه في بعض الطقوس مش دليل إن ليهم أصل واحد. كانوا بيعتقدوا إنه أعداء إيمانهم بيقلدوا الطقوس المسيحية علشان يضللوا الناس. ومع قوة انتشار المسيحية بقى الصراع أوضح في بعض الأماكن. في تماثيل لميثراس اتدمرت، تماثيل اتكسرت، ومعابد اتسابوا أو اتردموا. مع كده مش كل معبد ميثرايوم اتدمر لنفس السبب، في بعضهم ممكن يكون اتدمر عن عمد، وفيه معابد تانية ممكن تكون بس جماعتها قلت أو اتسابوا وتستخدموا في حاجات تانية. تحت كنيسة سانتا بريسكا في روما اتلاقى معبد ميثرايوم اتدمر بعنف حوالي سنة 400 ميلادياً. علماء الآثار بيعتقدوا إن ممكن يكون فيه مسيحيين شاركوا في تدميره قبل ما المكان يتحول لكنيسة. في حوارة مكان في سوريا الحالية اتلاقى معبد ميثرايوم تحت أنقاض كنيسة مسيحية. فيه آثار لتغييرات وتلف في المعبد القديم، بس لازم نكون حذرين وإحنا بنحاول نعرف بالضبط إيه اللي حصل، عشان الأدلة الآثارية مش كاملة. اللي واضح أنه استخدام المكان اتغير مع قوة المسيحية في المنطقة. مع بداية القرن الرابع المشهد الديني كله في الإمبراطورية الرومانية بدأ يتغير. في سنة 313 ميلادية الأباطرة قسطنطين وليسينيوس أدوا حماية قانونية للمسيحية،
وفي العقود اللي بعدها دعم الإمبراطورية للكنيسة المسيحية زاد، وفي نفس الوقت النظام القديم للعبادة العامة لآلهة الرومان بدأ يضعف تدريجياً. عبادة ميتراس ما اختفتش على طول، كان لسه فيه أعضاء في العبادة دي، ومنهم بعض الرومان الأغنياء لحد أواخر القرن الرابع. لكن عدد المعابد الجديدة لميتراس اللي بتتبني بقى قليل جداً، والمعابد القديمة بقت بتتساب أو بتتقفل أو بيتغير استخدامها. كمان كان فيه مشكلة كبيرة للجماعة في طريقة التنظيم. كل معبد لميتراس كان صغير ومحلي، ما كانش فيه قائد مركزي واحد ولا شبكة كبيرة من الأساقفة أو تنظيم يقدر يدير كل الأعضاء في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية. عبادة ميتراس كمان ما كنتش بتطلب عادة من الأعضاء إنهم يسيبوا باقي آلهة الرومان. كان ممكن اللي بيتبع ميتراس يشارك في الطقوس العامة التانية بتاعت روما، لكن المسيحية خدت اتجاه مختلف. المسيحيين عملوا تنظيما أوسع وتنظيم واضح، كان فيه قيادة وكتب مقدسة وجماعات بيشترك فيها رجال وستات وأطفال، أغنياء فقراء، أحرار وعبيد. ومع زيادة دعم الإمبراطورية بقى صعب على جماعات ميتراس الصغيرة والمغلقة إنها تحافظ على قوتها القديمة. في نهاية القرن الرابع الأباطرة المسيحيين فرض قوانين أشد ضد التضحيات الوثنية التقليدية والمعابد. مش عبادة ميتراس بس اللي تأثرت، كمان ديانات كتير قديمة في الإمبراطورية الرومانية ضعفت أو اتغيرت. ولما جه القرن الخامس ما بقاش فيه تقريبا دليل واضح على وجود معابد ميترا نشطة، لكن قبل ما يختفي التنظيم تماما ساب وراه مئات المعابد والتماثيل والفسيفساء والنقوش والصور المدفونة تحت مدن الإمبراطورية الرومانية. المقابر دي لسه بتستخدم علشان تجاوب على أصعب سؤال: إيه اللي كانت ديانة ميترا بتوعد بيه فعلا للرجال اللي كانوا مستعدين يمروا بالمستويات السرية بتاعتها؟ إحنا مش هنقدر نعرف بالضبط إيه اللي كانت ديانة ميترا بتوعد به أعضائها. مفيش كتاب مقدس متبقي ولا عظة ولا شرح كامل من أتباعها. الصور اللي بتصور السماء والمرور بمستويات مختلفة ممكن يكون لها علاقة برحلة الروح أو حماية الإله أو الأمل في حياة بعد الموت، لكن اللي توعدوا بيه ما كانش كفاية. علشان نعرف الإجابة الدقيقة علم الآثار وضح لنا أكتر اللي حصل في معابد ميترا نفسها. ولما جه القرن الرابع المعابد النشطة بدأت تقل واحدة واحدة. ده ما حصلش مرة واحدة، في كل الإمبراطورية الرومانية في معابد ميترا فضلت مستخدمة، وفي معابد اتدمرت، وفي كمان معابد اتساب فيها الأدوات بشكل منظم. الحالات المختلفة دي بتبين إنه ما فيش حدث واحد فجأة أنهى عبادة ميتراس. كان لتغير الحكومة الرومانية تأثير كبير. بعد فترة الإمبراطور قسطنطين حصلت المسيحية على داعمين أقوياء جوها الحكومة الإمبراطورية. بقى عند الكنيسة المسيحية فلوس وأراضي وحماية قانونية ونفوذ ما يقدرش عليه الجماعات الصغيرة بتاعة ميثراس. وفي نفس الوقت غالباً كان فيه ناس من أتباع ميثراس القدام اللي تحولوا للمسيحية، وكل ما عدد المسيحيين كان بيزيد في المدن، الوحدات العسكرية والمكاتب الحكومية، العدد الرجال اللي مستعدين ينضموا ويحافظوا على معبد ميثرايوم. واللي بيحصل على حدود الإمبراطورية كان مهم برضو. معابد كتير لميثراس اتبنت قريب من معسكرات الجيش والمستوطنات الحدودية. مع نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس الأماكن دي مرت بحروب ونزوح السكان وتغيير في توزيع الجيش ودخول مجموعات مختلفة إلى أراضي الإمبراطورية. لما وحدة عسكرية كانت بتتنقل أو بتتفكك، الرجال اللي كانوا بيمولوا وبيستخدموا معبد الميثرايوم المحلي كانوا بيختفوا برضه. وممكن بعض المعابد اتدمرت في الهجمات، وفي معابد تانية اتسابوا لما المجتمع اللي كان بيشغلهم اختفى. ممكن كمان الحروب الطويلة بين روما وإمبراطوريات فارس كان ليها تأثير، لأن فارس هي أصل لبس واسم ميثراس. ممكن ده خلى بعض الرومان مش مرتاحين للصورة دي في وقت التوتر على الحدود الشرقية. مع كده مفيش أدلة كفاية بتبين إن ده كان السبب الرئيسي في سقوط الديانة. في كمان معابد ميثرا اتلاقت تقريبا كاملة ومفيش عليها آثار تدمير عنيف. في أماكن معينة واضح إنهم نظفوا القاعة وقفلوا المدخل وسبوا المعبد وخلاص. ممكن الأعضاء فقدوا الاهتمام، انتقلوا لديانة تانية، أو ما قدروش يلاقوا جيل جديد يكمل في المجموعة. التفاصيل دي مهمة لأنها بتوضح إن مش كل الديانات القديمة في الإمبراطورية الرومانية اختفت بسبب اضطهاد واسع النطاق. في بعض المدن حصل تدمير، في أماكن تانية المجتمع نفسه تغير لحد ما الجماعات الصغيرة ما قدرتش تكمل.
العالم اللي كان بيدعم عبادة ميثراس اختفى تدريجياً. الجيش الروماني تغير، وبعض المجتمعات الحدودية ضعفت. المسيحية بقت أقوى، الدعم من الرعاة الأغنياء اختفى، عدد الأعضاء الجدد قل. شبكة المعابد الصغيرة اللي كانت موجودة بدأت واحدة واحدة تتوقف عن الاستخدام. ولما جه أوائل القرن الخامس ما بقاش فيه تقريباً أي دليل قوي على عبادة ميثراس بشكل نشط، وكمان الأسرار اللي كانت بتتشرح في صورهم وطقوسهم ما اتنقلتش للأجيال اللي بعدهم. المعرفة اللي كانت مخصوصة للأعضاء بس هي كمان اختفت تماماً لما مجتمعهم اختفى. هنا منشوف الفرق الكبير بين عبادة ميثراس والمسيحية. المسيحية سابت وراها كتابات كتير، قيادة منظمة وجماعات استمرت في مناطق مختلفة. عبادة ميثراس كانت معتمدة على مجموعات صغيرة بينقلوا المعرفة لبعض عن طريق طقوس انضمام فردية وطقوس سرية. ولما الروابط دي اتقطعت تقريبا ما بقاش في طريقة نرجع بيها معتقداتهم كاملة. اللي فاضل بس هو غرف تحت الأرض، أسماء محفورة على الحجر وصور متكررة لإله بيقتل ثور. البقايا دي مش بتثبت إن ميثراس هو أصل قصة يسوع. الأهم من كده هو اللي بتورينا عن الإمبراطورية الرومانية، مجتمع كان فيه ديانات كتير عايشة مع بعض في نفس الوقت، اتبادلوا بعض العادات الثقافية وكانوا بيكسبوا أتباع وبيستجيبوا للتغيرات الكبيرة في الحكومة والمجتمع. على مدار قرون قدمت جماعة ميثراس الإخوة والهوية والتجربة الدينية للرجالة اللي عايشين في بيوت مختلفة في أنحاء الإمبراطورية. لكن لما اختفى العالم اللي كان بيحافظ عليها، اختفت كمان الأصوات اللي كانت ممكن تشرح معنى أسرارهم. عشان كده أكبر لغز عن ميثراس مش إذا كان المسيحية نقلت منه ولا لأ، اللغز الحقيقي هو إزاي ديانة كانت منتشرة زمان اختفت تقريباً من غير ما تسيب وراها أي حكاية خاصة بيها. وكمان كان معتقد من العالم القديم ممكن يكون اختفى بنفس الطريقة.